وانت عم تمشي بحارات الشام القديمة، إذا شفت باب خشبي قديم عمره مئات السنين رح تشوف عليه نقوش غريبة ما حدا حكى لك عنها من قبل. تابع معي لحتى خبرك شو هو السر. مفاجأة أنه هي النقوش ما كانت للزينة وبس. بعض المسكات النحاسية كانت على شكل يد، ورمزها بيرجع لعصور رومانية قديمة كتير. وحتى في نقوش مرتبطة بإله الشمس عند الحضارات القديمة. وعلى أبواب تانية بتلاقي حمامة بتحمل غصن زيتون رمز للسلام، أو أوراق اللبلاب يلي كانت ترمز للوفاء والاستمرار. الأغرب من هيك أنه بعض سكان الشام كانوا يعتبروا هالرموز نوع من الحماية للبيت وجلب للبركة، لهيك كانت تنقش بعناية على الأبواب وتنتقل من جيل لجيل. واليوم بعد مرور مئات السنين لساتها بعض هالنقوش موجودة على أبواب الشام القديمة، شاهدة على قصص وحضارات مرت من هون. لهيك إذا شفت هذا الباب الخشبي القديم لا تطلع على الخشب وبس، لأنه ممكن يكون فيه رسالة عمرها 1000 سنة أو أكثر.